ما في داعي تثبت إنك سوري، مبينة من عيونك. هيك صار مع زبون تواصل معنا، هو سوري عايش بالنمسا، متواصل مع مكاتب هون بأوروبا، بده ينزل على سوريا وبده يحجز تيكت على خطوط الملكية الأردنية. قايلين له ما في داعي يكون معك إثبات سوري. طبعاً ما اقتنع وتواصل معنا، ونحن أكدنا عليه يكون معه أوراق سورية ليدخلوه، وحجزنا له على باكيج الملكية الأردنية. وهذا يلي صار، رح تسمعوه من صاحب العلاقة ذات نفسه. أنا عميل شركة المحترف، حبيت صور الفيديو، شكر لإلهم لأنه بيستحقوا الشكر عن جد. أنا نزلت عن طريقهم من النمسا على الأردن، وقالوا لي إنه لازمك أوراق سورية لحتى يفوتوك، وغير مكاتب قالوا لي ما بدك. وأنا حاليا بالمطار، وهلأ أخذت البوردينج، ودققوا كتير على إثبات السوري. سمعتوا شفتوا بعينكم؟ لهيك اوعكم تتورطوا مع أي مكتب مو موثوق، ما عنده تجارب ناجحة ولا عنده عقود رسمية. تخيل لو زبوننا رد على غير مكاتب، شو كان رح يصير معه بالمطار؟